الفايق آدم بيهم الفايق آدم بيهم دائما بفاخر بيهم دائما بفاخر بيهم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جاء في حديث صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبة النبي عليه الصلاة والسلام دين يا جماعة، لكن للأسف الشديد زي ما عرضنا لكم قبل شوية جوز اللوز اللي هو اللمين الصوفي ومحمود الضعيف بيدعوا محبة النبي عليه الصلاة والسلام، بيمدحوا الرسول عليه الصلاة والسلام على ألحان غنية اسمها الأخضر اللي بيتحرن. فسبحان الله هم بيقولوا انه بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، واي زول يرد عليهم بيقولوا ده ما بيحب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونحن وريناكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، يعني من أبوك وأمك وكل الناس. وفي حديث صحيح رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. أنا ما دار أوريك الصحابة كان بيحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف، لكن ما كان بيعملوا الأعمال بتاعت الصوفي اللمين ده ومحمود الضعيف. قال: فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام أو الرسول عليه الصلاة والسلام كان ماسك عمر بن الخطاب بيده، فقال عمر بن الخطاب بيتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. أحب لي من كل شيء لكن إلا نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا والذي نفسي بيده يا عمر، لا والله حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر استجابة وقتية من عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن فإنه الآن لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. ورسول عليه الصلاة والسلام يتوفى عليه الصلاة والسلام، وخلى عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق بيحبوه، لكن ما عملوا العمايل دي، ما عملوا البدع والمنكرات والمحدثات، ما لعبوا باسم الدين والعياذ بالله. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حفظوا الدين، ما رقصوا ونططوا وعملوا حوليات وجابوا ألحان بتاعت أغاني، وقداك زمانهم كان في أغاني بيكون في غنى، ما جابوا الألحان دي وقالوا نمدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نحن بنحب النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا لا، بل ساروا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. فسبحان الله، الوثيقة اللي ورينا لكم الأولى ديل قالوا بيحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وبيمدحوا النبي عليه الصلاة والسلام بألحان غنية اسمها الأخضر اللي بيتحرن. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا يا جماعة من البدع والإحداث في الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تقوموا تجيبوا يا جماعة الحان بتعدون تمدحوا بها النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، شوفوا الوثيقة دي للأمين الصوفي، مش حس مدحوا النبي عليه الصلاة والسلام بغنية بلحن غنية الأخضر اللي بيتحرن، لا لا، الأمين الصوفي قال نجيب ألحان بتاعت راب بتاعت ناس 50 سنت وناس توباك وناس إيمينيم وناس دكتور دري، قال يمدحوا بها الرسول عليه الصلاة والسلام. بالله شوفوا البدع والمحدثات دي يا جماعة. طيب شوفوا الوثيقة دي ونرجع لكم تاني. طارح نفسي شيخ صوفي، أدخل وسط الشباب أعرف غناء ذاته. ما هو الليلة هسه أنت كان جبتي غنى بتاع ناس بشير عتيق وناس سيد عبد العزيز، الغنى السوداني. أيوه. يلا هسه ما في زول بيسمعوا لك، ما في زول بيسمعوا.
ليه؟ ليه دايرين هسه الغنى المواكب لهم ده؟ احنا كان اتمسكنا بيدات الشباب ده كله يمشي مننا. احنا ماله؟ نجيب اللحن بتاع راب ندخله في شنو؟ ندخله في متحف الرسول صلى الله عليه وسلم. في النهايه انا داير الناس دي يا جماعه، الشباب ده انا داير اجره ووريه ديننا ده دين سماحه، التصوف كده. بالله ده يا جماعه ده غدوه. هو يا حيران انتم بغشوكم ساي، والله بيغشوا فيكم ساي، اكسبوا زمانكم يا حيران، يا تلاميذ الصوفي الامين ويا تلاميذ محمود الضعيف الحايمين معاه وانتوا في الليالي بتاعت المديح وتتراقصوا. ما عشان الاكل والنينجل بتلقوها في الليالي دي تقوموا تلعبوا باسم الدين يا جماعه. ده كلام عجيب. في نفس الليله بتاعتهم دي اللي هو اللي عرضناها لكم بيرقصوا فيها دي، قام الصوفي الامين دار يجيب له دليل على انه يشيل لحن بتاع غنيه يدخلوا في مدح الرسول عليه الصلاه والسلام من الكتاب والسنه. لا لا لا، كده شوفوا دليله شنو؟ ده الدليل بتاعه، كده شوفوا نرجع لكم تاني. الشيخ عبد الرحيم البرعي يعني شغل طريق كده جذب الشباب اللي هو شنو؟ يشيل له لحن بتاع غنيه ويركب فيها شنو يا جماعه؟ يركب فيها الكلمات في سيدنا رسول الله او قصيده في الغوم او في المدينه او في المحبه، يعني قصيده وطوال. قبل كده الشيخ عبد الرحيم البرعي قاعد يا جماعه وفي زي بنيه مدوره، الوقت ذاك احنا بنتذكر في الجامعه. في اغنيه كانت بتقول مغص يا العزابه بس تموت مغص يا العزابه، وسمع قال دي شو؟ قالوا له اغنيه، قال شغلوا علي طوالي جيب القلم والورقه، الذكر يا احبابي بين حضور وفكر، خلى الدنيا دي كلها تقول الذكر يا احبابي. يا اخي البرعي تستدل بالبرعي؟ البرعي نشر الشرك بالله تبارك وتعالى في كتبه نشر الشرك، عنده قصائد بتدعو الى الشرك بالله تبارك وتعالى. منها قصيده في كتاب اسمه رياض الجنه والنور الدجنه قال الناب خطب في البلاد نذيل فقل يا ولي الله اسماعيل. قال لو جاء خطب ده البرعي اللي استدلت به وانت ده بدات تجيب لنا ايه. وشوفوا شوفوا يا حيران عشان شوفوا انتوا بغشوكم وانا بقول لكم اكسبوا زمانكم كيف. قال لكم البرعي بدل يقول لكم الله قال، احنا عملنا كده عشان الله قال والرسول قال لكم البرعي قال. يا اخي البرعي بتاع شنو؟ قال الناب خطب في البلاد نزيل فقل يا ولي الله اسماعيل. ده من الشرك بالله تبارك وتعالى، لانه قال لو جاء خطب بالجلل زي اللي احنا هسه الاوضاع اللي عايشينها والتدهور بتاع الاقتصاد والبدء، بدل نقول يا الله قال نقول اسماعيل الولي. ده من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن ربنا عز وجل قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ربنا عز وجل قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. دعاء غير الله الشرك بالله تبارك وتعالى. تقول لي البرعي قال؟ البرعي نشر الشرك بالله عز وجل، نشر الشرك. قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن أنا بعيب على التلاميذ الحيران المعاك، حيرانك بيصفقوا ليك ويكوركوا ويزغروا وتركوا. ده يا جماعة بتلعبوا باسم الدين انتوا. يوم القيامة الشغل ده بتلقوا ما بر منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ده في الدنيا ما متابع للنبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان بيعمل عمايل دي يا اللمين ويا محمود الضعيف ويا غيره من الصوفية. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بيعمل كده. ده ما منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، ده منهجكم انتوا، منهج التصوف، نشر الشرك ونشر البدع في الدين. طيب وثيقة ثانية برضه عشان يوريكم بيحصل شنو في المسجد بتاع اللمين. معاه زول جاي من برا السودان الشغلة عجبته كده، شوفوا قال شنو، نرجع لكم تاني شوفوا. الإسلام ودي بلدك وده وطنك ودي دارك، في أي لحظة في أي خدمة جاهزين والله. أخوانك هنا وحبانك هنا، وبنشوف أهل السودان والعراقة في التصوف، مع إنه في ناس ما بيقولوا الكلام ده، لكن الصوفية دي اللي بيشوفوا ديل هم اللي دخلوا الإسلام في السودان. لو قريت تاريخ السودان هم اللي دخلوا الإسلام في السودان. الصوفية دخلوا الإسلام في السودان؟ يا دول الإسلام دخل السودان في سابق الزمان، في زمن الصحابة، في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه.
عن طريق عبد الله بن ابي السرح، ولحد هسه مسجده موجود في دنقره في الشمال، شمال السودان. الصحابه دخلوا الاسلام في شمال السودان. عبد الله بن ابي السرح دخل الاسلام الى السودان، ما دخلوا الصوفيه. الصوفيه دخلوا الشرك والبدع والخرافات والتمائم والاحجبه والطواف بالقبور وغيرها من الامور المنكره الما بتشبه الاسلام ولا من الدين بشيء. فما تكذبوا يا جماعه. فيا حيران اللمين الصوفي القاعدين معه في المسجد تاكلوا وتشربوا، تاكلوا في الباسطه ويجيبوا لكم في الجبن ويجيبوا لكم في، اكسبوا زمانكم يا جماعه، اكسبوا زمانكم. ما يغشوكم بمحاربه المخدرات والايس. مخدرات ككه والايس ككه، نسال الله السلامه والعافيه وربنا يهدي شبابنا وشباب المسلمين. والبنك كعب، لكن التصوف ده اكبر منكر. فما انت تقوم تتوب من الايس وتتوب من المخدرات وتتوب من الغنى وتتوب من الحاجات وتبقى صوفي. لا لا لا، انت كده طنبجت الشغل، الحكايه طنبجت. انت لما تخلي الايس وتخلي المخدرات وتخلي البنجو وتخلي كل انواع المسكرات، امسك طريق الرسول عليه الصلاه والسلام، المنهج الواضح، منهج النبي عليه الصلاه والسلام. فنسال الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل إنه يهدي الحيران ويردهم إلى الحق ردا جميلا. أكسبوا زمنكم يا حيران، أكسبوا زمنكم، ده ما منهج النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.